أسس بالعربي. شهادة أسس بالعربي، أهلا وسهلا بكم في شابتر 8 من كورس المدرب الشخصي والمعتمد من ICSE شرح بالعربي، ألا وهو بعنوان Elements of Fitness، يعني عناصر اللياقة البدنية. من المواضيع اللي هندرسها مع بعض النهاردة رقم 1 Name and describe the common goal of fitness program and elements of each. يعني إيه هي أهم الأهداف اللي أي برنامج تدريبي لازم يبقى ماشي عليها، ويا ترى كل هدف بيتحقق من خلال إيه بالظبط. رقم 2 List the elements of a fitness program that should be incorporated for fitness and optimal physical performance. وهنا هنعرف برضو البرنامج الصح لازم يبقى فيه إيه عشان يطلع نتيجة صحية وصح في نفس الوقت ويعلي من مستوى الأداء بتاع اللاعب. رقم 3 Describe the competence of each elements of an effective fitness program. وهنا برضو هيوضح لنا في الشابتر كل عنصر من عناصر اللياقة البدنية وازاي نطبقه صح ونلعب فيه جوه البرنامج بتاعنا. فورقة وقلم ويلا بينا نبدأ الحلقة. ناس كتير جدا بتلجأ لفكرة المدرب الشخصي المعتمد، بس السؤال ليه بتروح لمدرب شخصي؟ في منهم بيبقى هدفه خسارة وزن أو إنه يحافظ على وزنه، بس الموضوع مش بس كده. في ناس بتيجي عشان تحسن أدائها الرياضي مثلا، وفي ناس عايزة تعيش بحياة أفضل أو جودة حياة أحسن نتيجة أمراض مزمنة عندها أو تخشيا إن يحصل لها أمراض مزمنة معينة، وفي ناس بتيجي بهدف تحسين الصحة النفسية. فمهما كان الهدف بقى إيه، فالمدرب الصح لازم يستخدم كل عناصر اللياقة البدنية ويفهمها كويس جدا ويشوف إيه المناسب منها تحديدا للشخص اللي جاي له ده. يعني مش برنامج عام كده وخلاص كوبي وبيست. وكمان مش بس بنجري ورا الهدف اللي العميل جاي عشانه، لا، كمدرب شخصي لازم تبص الهدف بتاعه ده من ناحية الصحة العامة عامل ازاي. ما هو ممكن يكون عايز ينزل بسرعة وعايز يعمل اي دايت، بس ده مش صحي برضه، وده دورك كمدرب شخصي. ولو حد جالك عايز يدوبك حياته تبقى كويسة، ياكل كويس، ينزل على السلم كويس، يقدر يمشي يروح شغله من غير ألم ظهر ألم ركبة، الكلام ده برضه بيتطلب بعض مهارات مهمة جدا ليك كمدرب شخصي. فعشان تبني بقى برنامج صحي متوازن وفعال لازم تركز على الخمس مكونات الأساسية في اللياقة البدنية. أول مكون هو التحمل القلبي التنفسي. تاني مكون القوة العضلية الماسل سترينث. تالت مكون التحمل العضلي اللي هو الماسل اندورنس. الرابع المرونة الفلكسبيليتي. الخامس البادي كومبوزيشن تكوين الجسم. دول بقى مقياس صحتك العام، يعني تحسن اي عضو فيهم او عنصر فيهم فهو ده بيديلك الشخص ده فيت فعلا ولا لا. تعالوا نشرح المكون الاول اللي هو التحمل القلبي التنفسي. فده بقى غالبا قدرة القلب والاوعية الدموية ان هم يشتغلوا بكفاءة لفترة طويلة. اما الماسل سترينث هي اقصى قوة العضلة بتاعتك تقدر تطلعها، ولو هتجيب بيها حتى عدة واحدة غالبا بتقاس بالوزن يعني. اما التحمل العضلي هي قدرة العضلة ان هي تفضل شغالة لفترة طويلة من غير ما تهنج منك او تتعب بسرعة. اما المرونة فهي قدرة العضلة ان هي تعمل المدى الحركي الصح، يعني زي ما انا بلعب كده تجيب المدى الحركي الصح. لو لغاية هنا بس لازم تعرف ان اي وزن زيادة ممكن يؤدي للاصابة. اما البادي كومبوزيشن بقى هو نسبة الدهون للكتلة العضلات للعظام للمية في جسمك. أسس بالعربي. This is the most professional master trainer in the Middle East, Coach Ahmed Megahype, founder of Oso's Bella Rabi, a movement built to spread real fitness knowledge, helping other trainers learn the right way. Through Zaynab to nutrition